لا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف سمحت لهم إن هم يأثروا عليكي، سمحت لهم إن الكلام، يعني سبتي الكلام يأثر عليكي لحد ما بقيتي متيقنة منه. الرفض، إن حد يرفضنا أو حد يقبلنا، ما بيقللش مننا نهائي. الشخص اللي بيجي يتقدم وبيلاقيني مش مناسبة أو أنا بلاقيه مش مناسب، ده مش معناه إن هو شخص وحش أو أنا شخص وحش. معناها ان احنا الاتنين مش موافقين، مش متوافقين مع بعض. معناها ان احنا الاتنين مش هنعرف نكمل مع بعض، وده طبيعي جدا. وده اللي الشرع عمله لنا، ان الشخص بيجي البيت وبنقعد نتكلم معاه علشان نشوف هنقدر نتفاهم معاه ونكمل معاه ولا لا. انك خايفة من تجربة من كل التجارب اللي جاية، لان انتي اصلا يعني فسختي خطوبة ومعرفش ايه اللي حصل في الخطوبة دي وليه فسختيها وايه اللي حصل، الحكاية فيها عاملة ازاي. بس ممكن تكوني سبتيها تأثر عليكي وسبتي الاختلافات تأثر عليكي، وفهمتي فكرة ان طالما الشخص سابني يبقى انا فيها مشكلة، وده مش صح. الشخص سابني زي ما بقولك لان هو مش مناسب معاكي، انتي مش مناسبة معاه، ده طبيعي. احنا كمان بنرفض ناس، وانتي هترفضي ناس، وناس هترفضك، عادي جدا. لما بتقبل نفسي الاول وبفهم انا اصلا ايه اللي بيميزني في اي حاجة، وايه اللي بيخليني انا شخص واثق من نفسي، انا شخص عارف قيمتي كويس، انا شخص عارف ايه الحاجات الكويسة اللي فيا. فكون ان انت ترفضني او انت ما تجيش تاني، ده عمره ما هيقلل مني، لان ده نصيب في الاول في الاخر. بجانب ان ده انت مش مناسب معايا وانا مش مناسبة معاك، فده طبيعي جدا. محتاجة تاني ترجعي الفكرة دي، محتاجة ترجعي تقوي ثقتك بنفسك. مش محتاجة تبقي مستنية حد، ومش محتاجة أم، مش محتاجة تحسي ان انتي قليلة. عايزة تشتغلي على الحتة دي كتير قوي، على حتة الثقة بالنفس دي. حتى لو اترفض، حتى لو انتي اترفضتي، حتى لو مش الشخص اللي بيتقدم لك ما جاش تاني، لازم تشتغلي على الحتة دي كويس قوي. ان هو يجي ما يجيش مش هتفرق معاكي قد ما هيفرق ان انا قعدت اقيم الشخص ده كويس. ده هيخليكي للاسف الشديد توافقي على اي حد لمجرد انك خايفة من احساس الرفض، ودي كارثة لوحدها. انك توافقي على شخص كده وخلاص لمجرد ان هو وافق عليا فيلا انا هوافق عليه، دي مشكلة هتعملك مشاكل بعد كده في حياتك الزوجية. دي هتوافقي على شخص لمجرد ان انا سكت اللي حواليا، لمجرد ان انا اثبت للناس اللي حواليا ان انا شخص مش فاشل، ان انا شخص ممكن اقدر اعمر بيت، اكمل حياة. وممكن انتي اصلا ما تكونيش عايزة الشخص ده. ذاكي تهدي شوية، ترجعي تفكري تاني، حاولي تروحي جلسات نفسية، ارشاد نفسي. حاولي ترجعي ثقتك بنفسك، ولو ما كانتش موجودة تجيبيها من الاول تاني، وتبدأي رحلة تدوري على نفسك تاني. الحياة اللي جاية اللي هتكوني فيها زوجة وأم، مش محتاجة خالص انك تكوني فيها بتثبتي اي حاجة لأي حد. محدش هيهمه زعلك وانتي زعلانة لا قدر الله في بيتك، ومحدش هيتأثر بزعلك غيرك. محدش مش هيقدر يربي ولاده تربية سليمة وهيكون هو سوي نفسيا غيرك. ما تلتفتيش لحد وما تبصيش لحد، واشتغلي على نفسك اكتر من كده علشان تقدري تختاري شخص صح.